وجلالي يا محمد، لو استفتحوا علي من كل باب وجاءوني من كل طريق ما فتحت لهم إلا أن يأتوا من ورائك. أيوة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أغلى مخلوق على ربنا في الدنيا والآخرة، وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو بابنا الأعظم. قصة الحب دي وتمني اللقاء اللي خلت بعض الناس يقول كلمة جميلة، قال له صف لي الجنة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي أحلى حاجة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد، بس الروتين النهاردة بقى ايه؟ هيبقى مقتطفات كده من كل حاجة، هديكم كده لقطة صغيرة. لكن عايزة اقول لكم ان الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، عايزاكم تشجعوني وتحطوا لي لايك في بداية الفيديو. واللي بيدخل قناتي لأول مرة ولسه ما اشتركش عندي في القناة يشترك على كلمة اشتراك وفعل زر الجرس على الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصله اشعار بيه ويتفرج على الفيديو ان شاء الله. اهلا وسهلا بكل الناس الجديده اللي انضمت عندي في القناه، نورتوني وشرفتوني، مرحب بيكم. خدوا جوله بقى كده في القناه وحطوا وتفاعلوا عليها وادعموني باللايك والشير لاصحابكم. تمام. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي والتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي. اللهم كل من أراد لي خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد لي سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شفتوا الفيديو معايا بدأ ازاي؟ بدأ بالغسيل. تمام. زي ما انتوا شفتوا كده، انا كان عندي غسيل كتير جدا، جبت لكم بس اللقطه دي منه، ولكم ان تتخيلوا ان الغسيل ده كان من بعد الظهر بشويه كده لحد المغرب. تمام. هخلصه معاكم واوريكم النشير. طبعا زي ما بقول لكم، لما بكون بغسل بدخل اشطب طبعا المطبخ وبشطب ايه كل حاجه، يعني بشتغل الغساله شغاله وانا بشتغل في البيت، بوريكم كده وبشجعكم كده. ده كان لبن كنت حطاه يفك، يعني كنت مطلعاه من الفريزر. طبعا غسلت المواعين كلها، شطبت المطبخ كامل. يعني بصوا، ما كانش حاجه بقى عندي في البيت بصراحه، كان كله بيلمع كده. حبيت اشارك معاكم الخطوات، لان انا ما كنتش يعني ايه، كنت كده عامله الحاجات دي بس كده شويه حاجات، ما طبختش في اليوم ده. كان عندي محشي من اليوم اللي قبلها، وكان عندي السمنه البلدي دي سيحتها علشان كانت السمنه اللي كانت عندي كانت خلصت. بصوا بقى، جميله جدا ما شاء الله. وبرده كنت شاريه لبن، بس ده كان لبن جاموسي، اللي التاني اللي كان بيفوق ده كان لبن بقري. فحطيت بقى التاني، هو اصلا المفروض كنت يعني عشان طلعت التاني يفوق، فانا قلت بقى خلاص انا هغليه، ويعني اللي هو نستعمله او نشربه، والتاني بقى الجاموسي ده يدخل في التلاجة. وهنا السمنه البلدي، انتوا كل شويه بتشوفوني ان انا سايح سمنه بلدي، لان انا مش بسيح كتير. هي اصلا ما بتاخدش وقت كبير، هي بتبقى عندي في الفريزر اللي هي التانية دي، واحنا بنسيحها ونحطها على يعني ايه، شويه بشويه. يعني مثلا دول حوالي نص كيلو. تمام. بحطهم في البرطمان، اول ما بيخلصوا بسيح غيرهم، وهكذا. ما بتاخدش وقت بصراحه، وما بيبقاش فيها يعني مثلا لبن كتير. وطول بقى ما هي ما بيبقاش فيها لبن كتير، فهي ما شاء الله بتطلع لك كميه سمنه او زبده كويسين. تمام. رجعت هنا بقى المرتة او اللي في الاخر دي، تاخد كمان لون شويه عشان هي كانت لسه بيضه. بنحط على السمنه البلدي رشه ملح، وهي بايه بنسيحها وخلاص. تمام. طبعا طلعت شويه السمنه دول هنرجعهم في البرطمان. وعايزه اقول لكم بقى ان المرتة بتاعتها دي بتبقى يعني حكايه، حاجه تحفه كده. وخلاص. تعالوا بقى ايه، طبعا في اليوم ده زي ما قلت لكم، انا طبعا غسلت الهدوم. بعد غسيل الهدوم غسلت الحمام غسله حلوه كده محترمه، وكنت طبعا مروقه المطبخ، وعندي الاوض نظيفه، وما شاء الله كده كانت الدنيا رايقه. ما كانش عندي بصراحه يعني، انتوا عارفين بقى، ما كانش عندي كركبه زياده. يعني انا لما بغسل بلم الدنيا كلها يعني ايه خلال الغسيل. طبعا دخلت انشر، وكنت بنشر بالليل. تمام. ومسحت البلكونه دي. عند البلكونه دي كانت معفنه بجد. انا ما شاركتش معاكم الخطوات بصراحه، ما كانش ينفع اصور مثلا زي البلكونه كده، عشان طبعا ايه بيبقى جيراننا في الشارع وكده، فمش هينفع اصور. لكن بقى بشارك معاكم الخطوات. طبعا البلكونه اهي، بصوا بقت بتلمع كده. مسحت السور طبعا كله. مسحت كبيت بقى ميه فيها، ومسحتها كويس بالمساحه. هنا بقى كانوا طبقين الغسيل دول، كنت لسه بكمل نشير بقى في الوقت ده. دخلت هنا زي ما بوريكم، طبعا انا قلت لكم ان انا غسلت الحمام برضو.
زي ما بقول لكم كده، انا دخلت هنا غسلت الحمام وكده، وكنت اصلا مستنيه ان انا هغسله بعد ما كنت هغسل او همسح الصاله بقى، يعني اللي هو بقى شطب الصاله بقى كلها وكده. طبعا ما شاء الله شايفين الحوض بلمع ازاي، هي بس سبونجة وشويه اي بقى مسحوق اريال اوكسي اي حاجه، بس احنا بنستخدم اوكسي دلوقتي عشان برسيل واريال والحاجات دي مقاطعه. وكمان بنشتري اللي هي الحاجات اللي هي العاديه، لان المساحيق المصريه يعني. هنا بقى عملت كوبايه عصير برتقال. ماشي. بنعصرها عادي بقى على اللي هي عارفين العصاره بتاعت ايام زمان دي، هي دي احنا كنت عاملاها عليها. طبعا زي ما قلت لكم ان انا بشارك معاكم بس مقتطفات خلال اليوم، يعني مش اليوم بالتفصيل، لكن بقول لكم هو حصل فيه كذا وكذا وكذا. هو كان يوم متعب ومرهق بصراحة والله العظيم. عايزة ادعمكم عشان الفيديوهات تترفع وتوصل لاكبر عدد من الناس. فانا عايزاكم تشجعوني وتحطوا لايكات على طول. هنا بقى اللبن ده كان بيفور تمام، اللي هو كان اللي انا كنت مطلعاه على الحوض يعني يفك وكده. هعمل ايه بقى؟ هنا هيفك عادي، وبعدين انا بسيبه مثلا النهارده، يعني مثلا انا عاملاه دلوقتي الظهر، بسيبه لحد المغرب بيبقى برد، بدخله التلاجة تاني يوم الصبح او على الساعة 10 كده بطلعه، باخد الوش اللي عليه. هي دي بقى بتبقى القشطة اللي احنا بنشتريها. وبعد كده بقى يعني ارجعه. احنا نستخدمه بقى، بنستخدمه لبن حليب عادي يعني، بنشربه زي اي حاجة. هنا بقى كنت في الوقت ده تاني يوم الظهر بقى، كان الغسيل نشف اللي انا كنت غسلاه. ولكم ان تتخيلوا كمية الغسيل اللي قدامي دي كانت كبيرة جدا بصراحة. ولسه يعني انا لسه لما الغسيل دلوقتي ولسه مطبقاه، وثبت الغسيل ما شاء الله بقى فيه، يعني بقى فيه هدوم كتير، يعني حوالي مثلا نص ثبت الغسيل بقى مليان. فعلا احنا بنقضي حياتنا كلها مع الغسيل، نطبق ونلم وننشر بس اللهم لك الحمد ولك الشكر، يعني نعمة كبيرة جدا يا جماعة نحمد ربنا عليها. طول ما الواحد عنده نعمة معينة لازم نحمد ربنا عليها. في غيرنا يتمنى ان هو يبقى عنده صحة ويقوم ويعمل ويخلص شغل بيته، وفي غيرنا يتمنى مثلا يبقى عنده بيت يعني يقعد فيه بس يلمه من البرد او كده. فاحنا ما يبقاش ربنا سبحانه وتعالى مدينا النعم دي كلها، واحنا بقى هنتبطر ونقول لا احنا اصل احنا زهقنا من كتر الشغل، لا تعبنا مش قادرين. لا، نحمد ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين في كل وقت، في السراء في الضراء. كل حاجة انت فيها او كل نعمة انت فيها ممكن تبقى انت مش حاسة بيها لكن غيرك يتمناها. تمام. يعني اللي عنده ولد مثلا، ولد معين، ولد او بنت يعني، في واحد تاني عقيم يتمنى ابنك ده، انت بتعمل تقول ابني شقي مش عارفه ايه، وممكن تدعي عليه غيرك يتمناه. واحد انت عندك مثلا شغلانه معينه ومش عاجباك او بتدخلك دخل بسيط، واحد عاطل تاني مش عنده اي شغلانه يتمنى شغلانتك البسيطه دي. عندك أكلة معينة حتى ولو بسيطة، في غيرك واحد جعان يتمنى أكلتك البسيطة دي حتى، يعني انتوا فاهمين. فحاجتك البسيطة اللي عندك اللي انت ممكن ما تبقاش راضي بيها، هي تبقى بالنسبة لغيرك حاجة كبيرة جدا وهو يتمناها. فاحمدوا ربنا سبحانه وتعالى علشان النعم تزيد. ولئن شكرتم لأزيدنكم. تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فانتوا اشكروا ربنا سبحانه وتعالى على النعم علشان تزيد. عايز النعم اللي انت فيها تزيد، دايما احمد ربنا سبحانه وتعالى. دايما خلي لسانك عامر وراتب دايما بالاستغفار، استغفر ربنا كتير. طبعا لان الاستغفار بيوسع في الرزق وبيطول في العمر وكل الحاجات الحلوه دي. بالاضافه طبعا لفضله الكبير اللي احنا دايما بنقول عليه. دايما صلوا على النبي عشان ربنا يقضي لكم اي حوائج انتوا نفسكم فيها، ربنا يقضيها لكم ان شاء الله. كمان بقى يعني كنا الفترة اللي فاتت كانت الفيديوهات بتلهينا وما كناش بنتكلم على الورد من الأذكار والورد من القرآن الكريم. فأنا دلوقتي بذكركم بيها. اعملوا لكم ورد من القرآن الكريم يوميا. حتى لو صورة لو صفحة، يعني ما تخلوش ان يومكم يعدي كده هباء منصورة اي حاجة واليوم عدى وخلاص. لا، استغلوه أو اكبر استغلال واستفادوا منه اكبر استفادة. تمام. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده الفيديو عملت فيه حاجات كتير، لكن انا بيتهيألي انا فعلا، يعني انا لو كنت صورت الحاجات دي كانت هتبقى احلى، يعني كنت هعمل بيها فيديو حلو قوي. بس قدر الله ما شاء فعل. فانا عايزه منكم ان انتوا تشجعوني وتحطوا اللايك علشان احاول بقى، يعني ان انا ما بقاش اكسل بعد كده، واصور الخطوات التانية اللي هي التفصيليه بقى بتاعت الفيديو، علشان الفيديو يبقى طويل وتبقوا متشجعين كده. لما بتشوفوني مثلا هغسل البلكونه بالصابون بقى والرغاوي والحاجات دي كلها بتحمسكوا كده، انا عن نفسي بتحمس بيها يعني وبتشجع بيها.
لكن بقى ايه، انا عارفه ان انتوا مش هتبخلوا بقى باللايك عليا في الفيديو ده، وتحطوا لايكات كتير. وانا عايزه اقول لكم ان انا اصلا يعني ما عملتش الحاجات دي بس، لا ده انا عملت حاجات تانية. يعني في اليوم ده كنت برضو كنسه السلم كله من فوق لتحت. برضو عملت ايه تاني، عملت شويه حاجات كده حلوه يعني كانت جامده. طبعا زي ما انتوا شفتوا كنت مشطبه المطبخ، غسيل المواعين، حاجات كتير قوي خلال الفيديو او خلال اليوم عملتها. لكن بصراحة فبما اني مش عارفة اصور والمساحة وكده، فانا اكتفيت بلقطات اخيرة من نهاية كل حاجة انا بعملها. اشجعكم بيها، وانتوا كمان بقى حابة ان انتوا تشجعوني. لو حبيتوا القناة وحبيتوني خشوا خدوا جولة كده ولفة في الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده، وادعموني باللايك والشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. بحبكم في الله. حطوا لي لايك، وادعوا الام بالرحمه والمغفره، وادعوا لاخواتنا في غزه وفلسطين ربنا يرحمهم ويرحم موتاهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين، ويثبتهم وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير آجل، اللهم امين. حطوا لي لايك. استودعكم الله. السلام عليكم.